العملاق الشرقي يستيقظ. ميناء الناظور غرب المتوسط يعيد رسم خريطة النفوذ البحري والطاقي، رهان العقدين القادمين. على ضفاف المتوسط يرتفع اليوم صرح هندسي عملاق، ميناء الناظور غرب المتوسط، نادور ويستمد. هذا المشروع ليس مجرد ميناء، بل هو رؤية استراتيجية لتحويل المغرب من نقطة عبور إلى مركز ثقل عالمي، ويعد الورقة الرابحة الثانية للمغرب بعد نجاح تجربة طنجة المتوسط. نغوص في عمق هذا المشروع من خلال رؤى نخبة من الخبراء الدوليين والمحليين، مؤكدين أننا أمام لحظة مفصلية في تاريخ الاقتصاد المغربي والمتوسطي. المحور الأول: الجيوسياسية البحرية، مراكز نفوذ لا مجرد أرصفة. المغرب يبني مراكز نفوذ لا مجرد موانئ. في عالم مضطرب حيث تعاني سلاسل التوريد من هزات عنيفة، تبرز الحاجة الملحة إلى مراكز آمنة للتجارة العالمية. هنا تكمن القيمة الحقيقية لميناء الناظور. يوضح الدكتور عبد الرحيم المنصوري، الخبير المغربي في اقتصاد الموانئ، أن الميناء يشكل أحد أهم المشاريع التي ستغير موازين القوة الاقتصادية في غرب المتوسط خلال العقدين المقبلين. المغرب انتقل من مرحلة تطوير البنية الميدانية إلى مرحلة بناء مراكز نفوذ لوجستي واقتصادي. ميناء الناظور غرب المتوسط هو الحلقة الثانية بعد نجاح تجربة طنجة المتوسط، لكن بثقل جديد يتجه نحو إفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا الشرقية، مما يخلق كماشة لوجستية مغربية تمسك بمدخلي المتوسط الغربي. وفي السياق ذاته يشرح جان لوك مارسيل، الباحث الفرنسي في الجيوستراتيجية البحرية، الأهمية العالمية للموقع. فالناظور غرب المتوسط يقع في قلب واحد من أكثر الممرات البحرية نشاطاً في العالم، ومع التحولات في طرق الملاحة بعد الأزمات العالمية قد يصبح نقطة تجميع رئيسية للسفن القادمة من آسيا قبل إعادة توزيع بضائعها نحو أوروبا وإفريقيا، وذلك بفضل موقعه الجغرافي الذي يوفر انحرافاً صفرياً تقريباً عن المسار الرئيسي للسفن. المحور الثاني: الصناعة واللوجستيك، المحرك الحقيقي للثروة. الميناء قاطرة والمصانع هي الوقود. لا يمكن للإسمنت والرافعات وحدها أن تخلق تنمية مستدامة. الدرس الذي استوعبه المغرب جيداً من تجربة طنجة يطبق الآن بحذافيره في الناظور، وربما بشكل أكثر تطوراً. البروفيسور الإسباني ميغيل ألونسو، المتخصص في النقل البحري، يؤكد أن القيمة المضافة لا تأتي من الحاوية التي تمر، بل من الحاوية التي تفتح ليتم تصنيع محتواها أو تجميعه. يشرح ألونسو قائلاً: المغرب فهم الدرس الصحيح، الميناء لا ينتج الثروة وحده، ولكن المنظومة الاقتصادية المحيطة به هي المحرك الحقيقي. إنشاء مناطق صناعية وتحويلية بالقرب من الناظور سيجعل شمال المغرب منطقة تصنيع وتصدير وليست فقط نقطة عبور. هذا التوجه يعني خلق نظام بائي صناعي Industrial Ecosystem مخصص للصناعات الثقيلة، الكيماويات ومكونات الطاقات المتجددة. وعلى الجانب اللوجستي يتدخل الخبير المغربي الطاهر اليزيدي ليشرح كيف سيتم ربط الميناء بشبكة طرقية وسككية حديثة، ثم ربطه لاحقاً بمسارات العبور نحو أفريقيا، مما سيحول الناظور إلى بوابة جنوب شمال وجنوب جنوب في آن واحد. وهذا ما كانت تفتقره المنطقة منذ عقود، محققاً الرؤية الملكية للواجهة الأطلسية والمتوسطية كبوابة القارة. المحور الثالث: الهندسة والطاقة، رهان المستقبل الأخضر. منصة لتصدير الطاقة لا مجرد بضائع. تأخذنا الدكتورة نادية الهواري، المهندسة المغربية في البنيات البحرية، في جولة تقنية حول مواصفات الميناء. فالأحواض العميقة والأرصفة الممتدة تشكل نموذجاً متقدماً لموانئ الجيل الجديد، ومصممة لتحمل أقصى الظروف البحرية ولدعم رسو السفن العملاقة، مما يضمن للميناء تنافسية تمتد ل50 سنة قادمة. ولكن لعل أخطر وأهم تحول يشهده هذا المشروع هو البعد الطاقي. العالم يتجه نحو الهيدروجين الأخضر، والمغرب يملك الشمس والريح، وأوروبا تملك الحاجة والمال. هنا يبرز تحليل المحلل الاقتصادي الألماني هارولد شتاين، الذي يرى في الناظور بطارية أوروبا المستقبلية. ألمانيا وأوروبا تبحثان بلهفة عن بدائل للغاز الروسي وعن طاقة نظيفة لتحقيق النحاد الكربوني. يقول شتاين: الناظور يمكن أن يصبح منصة لتصدير الطاقة النظيفة نحو أوروبا، وهذا سيجعل الميناء لاعباً أساسياً في التحول الطاقي العالمي، وليس مجرد منشأة للتجارة التقليدية. المحور الرابع: الأثر الاجتماعي، نهضة الشرق.
تنمية الإنسان قبل البنيان. المنطقة الشرقية للمغرب عانت منذ عقود من ضعف الاستثمار. ميناء الناظور غرب المتوسط يأتي كحل جذري وبديل تنموي مستدام. الخبيرة المغربية في الاقتصاد الجهوي سارة المريني تؤكد أن البعد الاجتماعي هو الغاية الأسمى للمشروع. تقول: الاستثمار في الناظور غرب المتوسط ليس مجرد مشروع اقتصادي، بل مشروع اجتماعي وتنموي سيخلق آلاف مناصب الشغل ويطلق دينامية جديدة للاستثمار ويحول شمال شرق المغرب إلى قطب اقتصادي حقيقي. هذا التحول يعني خلق طبقة وسطى جديدة في المنطقة وتوفير فرص عمل وتقليص الفوارق المجالية. ملامح مغرب 2035. في الختام، يجمع الخبراء على نقطة محورية: ميناء الناظور غرب المتوسط ليس مشروعاً عادياً، إنه قطعة أساسية في البازل الكبير الذي يشكله مغرب المستقبل. إنه ملتقى الطرقات التجارية العالمية، ومنصة صناعية صاعدة، وبوابة طاقية خضراء، ورافعة للتنمية البشرية. وعندما تكتمل الأشغال، لن يكون المشهد مجرد سفن ترسو وتغادر، بل سيكون مشهد ولادة قطب اقتصادي جديد يعيد تعريف دور المغرب في الحوض المتوسط وأفريقيا. إنها قصة طموح بدأت برؤية، وتتحول اليوم إلى واقع ملموس، ويبشر بأن الشرق المغربي قادم بقوة ليكون قاطرة نمو جديدة لا تقل شأناً عن شقيقه في الغرب.